الباقي. كرة اتحادية، موديست مبابي، لكن تدخل نواف العابد، يدخل ويتقدم، احمد عسيري معاه، نواف يتقدم، نواف وياتي به، الله! جول للهلال، هدف جميل من نواف العابد. نواف يخطف كرة من منتصف الملعب من امام موديست مبابي، ويتقدم ايضا من المدافع الاوسط في الاتحاد احمد عسيري بسرعة جدا، ويتقدم بتسديدة جميلة في المرمى الاتحادي وفي المقص الايمن لحارس المرمى فواز القري. هدف مبكر للاتحاد، هدف مبكر على الاتحاد لصالح الهلال. هذه عادة مرة اخرى، شوفوا نواف العابد يتقدم بشكل جميل ويسدد من مسافة من بداية منطقة الجزاء، يسدد بقوة على يمين فواز القري. هدف اول للهلال، هدف جميل جدا، هدف من نواف العابد في الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول. يعتبر هدف مبكر على مستوى الكلاسيكو، والعابد الذي يعني من ساندرو عالية وخروج غير موفق والتعادل. جول الاتحاد، راسية جاءت أمام عبد الله الصديري، خلصها وجاءت تماما للغير مراقب اللي يسجل في المرمى. هدف التعادل في الدقيقة 30، في الدقيقة 30 للاتحاد. هدف جاء من ركلة ركنية ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، في منتصف منطقة الجزاء تماما. جاءت الكرة أمام عبد الله الصديري اللي صدها أيضا من راسية اتحادية، ومن ثم تأتي المتابعة للاتحاد. هذه الكرة متابعة، والمتابعة أمام المرمى. سعود كريري، جاءت الرأسية الأولى من محمد نور، خلصها عبد الله الصديري. هذه العرضية من سادرو، نور يلعب، سديلي يخلص، وأمام المرمى تماما غير مراقب، مرتاح تماما. سعود كريري يسجل في الطويلة في الأمام إلى مبابي يحاول المرور، يتقدم موديست مبابي، عرضية فهد المولد في المرمى. هدف ثاني للاتحاد، فهد المولد في الدقيقة 9. عرضية مبابي تنجح، تمريرة إبراهيم هزازي تنجح، وسط الضغط الهلالي يتقدم إبراهيم هزازي بكرة في الأمام لموديست مبابي. كلمة السر في الوسط الاتحاد اليوم، وفي الناحية اليمنى ويمرر كرة عرضية وسط، أيضا متابعة ضعيفة لدفاع الهلال، سواء اللاعب اوزايا دي باولا، وقبلها طبعا كان ماجد المرشدي، والكرة من فهد المولد اللي نجح في دوره كمهاجم وحيد في الاتحاد في هذه المباراة، ويسجل هدف ثاني في الدقيقة 9. هدف ثاني في الدقيقة 9 يعيد الحسابات الهلالية، يعيد الحسابات الاتحادية. الاحتياطي الهلالي كله يؤدي عملية الإحماء خارج أرض الملعب. الدوسري، وأيضا في إعلامه بطريقة لعب الكرة ملعوبة، نواف، الله! هدف تعادل جميل، هدف تعادل جميل للهلال، ونواف العابد يسجل ثنائية هلالية في زمن شوط المباراة الثاني. نواف العابد في الدقيقة 13 من زمن شوط المباراة الثاني يأتي بكرة جميلة، كانت من ركلة حرة مباشرة، سالم الدوسري نفذها بعيدة عن ويسلي لوبيز، بعيدة عن ياسر القحطاني، ولكن متفقين عليها، ملعوبة. نواف قادم من هناك يسجل هدف جميل، هدف تعادل جميل، كرة على الطاير. نواف جاب هدف أول رائع، ونواف يسجل هدف ثاني رائع، وتعود النتيجة للتعادل. أحمد الفريدي إلى خارج أرض الملعب، ودخول نايف هزازي تبديل أول، وهنا من نواف العابد أيضا تأتي هذه الحركة. عبد الله الزوري، والكرة في المرمى، هدف ثالث للهلال. عبد الله الزوري يدخل عندما يتقدم، هو بالفعل صاحب خطورة، وهدف ثالث في الدقيقة 20. هدف ثالث للهلال في الدقيقة 20 مع التغيير بالنسبة للهلال. هنا عبد الله الزوري ينجح في التقدم خلف
مدافعي الاتحاد من الناحية اليسرى، ويضع كرة رائعة في المكان اللي يتواجد فيه حارس المرمى فواز القري، ويسجل هدف هلالي ثالث. هذه عادة بعرضية جوستافو بوليفار، استلمها عبد الله وتقدم عبد الله ووضعها باتجاه المرمى مباشرة بزاوية ضيقة وزاوية صعبة تماما على الحارس فواز القري، وهدف ثالث للهلال، هدف ثالث للهلال وخمس أهداف. سالم يتقدم، خطأ لصالح الهلال، ملعوبة ياسر الله 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 يا ياسر، الله ياسر، الله يا ياسر في الدقيقة 23. هدف مرسوم رسم، هدف جميل، وياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو. ياسر يعود للتسجيل في الكلاسيكو بعد ما غير اللوك، بعد ما حلق على الزيرو، جاب هدف رابع في الاتحاد، هدف بالعقل، هدف لاعب خبير وكبير،